بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا بكم في برنامج أستاذة سعاد، وخاصة لمن لم تعرفوني من قبل الناطقين باللغة العربية. برنامجي عادة أتكلم فيه باللغة التجرينية واللغة الأمحارية وأيضا اللغة السويدية، لكن قليل. اليوم إن شاء الله سوف أتكلم عن أوضاع تيغراي وأهل تيغراي، وأريد بقدر كبير راجية منكم أن تشيروا خاصة للجروبات العربية، وأن تصل لعدد كبير من الذين يتكلمون أو يسمعون اللغة العربية، لأنه الوضع في تيغراي وأهل تيغراي وضع سيء جدا، ونحن نحتاج إلى أن نصل لعدد كبير من الناس يوصلون أصوات المظلومين من قبل الحكومة الإثيوبية، حكومة أبي أحمد والحكومة الإريترية إيساياس أفورقي وأعوانهم. ولذلك أرجو منكم أن توصلوا هذا الحديث أو هذا الكلام لعدد كبير من الناس، فمشكورين جدا. قبل أن نبدأ أريد أن تسمعوا مقطع عن المشكلة في تيغراي أو سبب اندلاع المشكلة، لأنه كثير من الناس لا يعلمون عن تاريخ أهل تيغراي. المشكلة نحن كنا دائما نعرف بإثيوبيا وأهل إثيوبيا. نحن بعد النضال الذي كان في تيغراي لمدة 17 عاما ضد الفاشيست أو الدكتاتور منغستو هايلي ماريام، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع الشعب التيغراي كله نضال طويل ومرير. بعدها انتصر وحصل على الحرية الذي عانى فيها مدة 17 عاما، وهو أغلب الحروب التي قامت كانت في تيغراي. وبالتالي أهل تيغراي كان وصل فيهم الضرر منذ الأزل، يعني منذ تاريخ بعيد جدا. قبله مليليك، قبله بعده هايلي سلاسي، وبعده منغستو هايلي ماريام. دائما كل حكم يأتي على إثيوبيا لابد أن يستنزف دماء أهل تيغراي، لأنهم أهل تيغراي هم من الناس الذين لا يرضون الظلم ولا يرضون أن يركعوا لأحد. هذا تاريخهم معروف، حافل تاريخهم بالنضال، وأيضا هم الذين ناضلوا من أجل إخراج إيطاليا، استعمار إيطاليا التي رفضت، وهي الدولة الوحيدة إثيوبيا التي لم تستعمر. ولذلك مع الأسف نحن نعرف دائما بإثيوبيا، وإثيوبيا هذه لم يدم يعني في عمرها طويلا كدولة، ولكن نتكون من شعوب مختلفة. أهل إثيوبيا نحن لسنا شعب واحد، لكننا شعوب مختلفة. يمكن أن تقولوا إنه في بلاد كثيرة عندها عرقيات مختلفة، لكن في إثيوبيا بشكل كبير جدا لغات مختلفة، وهي دولة أسست بالقوة وبأخذ أراضي من الذين كانوا يعيشون إقليميات ودول، وكان في إمارات، حتى كان في إمارات إسلامية أيضا منذ القديم. استولت الأمحارة، بالأحرى الأمحارة استولوا على كل هذه المناطق، وأجبروا الناس على أن تكون في إثيوبيا هي الدولة لها لغة واحدة، اللغة الأمحارية الرسمية، وأيضا أن تكون المسيحية اللغة الوحيدة في البلد، وكان إجبارا على كل الناس أن تقبل بهذا الشيء. فالمسلمين أيضا عموما كدولة إثيوبية عانوا في كل المناطق تقريبا من أجل كينونتهم أو من أجل أن يعيشوا كمسلمين. ولكن 27 السنة الماضية كانت هي
حكومة إيهادق أو الحكومة الفيدرالية التي تجمعت من كل الأقاليم، لأنه فيها من الأورومو. بالنسبة لعدد السكان الأورومو هم أكثر الناس، يعني الأورومو والصومال والأعراق الأخرى، يعني والتجراي وغيرهم وكل والأمحارة كونوا فيدرال حكم وحكموا 27 سنة، لكن على رأسهم كانت جبهة تحرير الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، لأنه هم الذين ناضلوا لمدة 17 سنة ودخلوا في الحكم، وكان على أساس أنه هم الذين يعني الدولة الحديثة الآن اللي في إثيوبيا 30 سنة الماضية هي هذه الفئة من أهل تجراي، هم الذين كانوا لهم الدور الكبير في تطوير إثيوبيا وجعلها من الدول التي تكلمت عنها السنوات الأخيرة في اقتصاديا معماريا تطور هائل وسريع جدا، وتكلمت عنها العالم في كل الصحف، تستطيعون يعني أن تراجعوا هذا الشيء. وحتى السد الذي أصبح الآن المشكلة الكبيرة في موضوع السد، هم ملا الزيناوي هو الذي كان صاحب الفكرة في بناء السد المائي هذا الذي الآن فيه أشكالية كبيرة جدا بين مصر والسودان وإثيوبيا كما تتابعون، لكن الهدف لم يكن ضرر أو إيقاع ضرر على السودان وعلى إثيوبيا وعلى مصر. أعتقد كان هو على أساس أنه إثيوبيا تستفيد من الماء من ناحية استعمال الكهرباء والاستعمالاتها الخاصة التي لم تستفد منها السنوات الماضية من قبل. فلذلك كان لهم دور كبير جدا قبل مجيء أبي أحمد. أهل تجراي منذ القدم لا يقبلون أي ملك يأتي إلا إذا هم اختاروه. هايلة سلاسي الذي كان قبل منغستو هايلة ماريام كذلك أيضا هو هرب إلى بريطانيا ثم رجع إلى إثيوبيا فأراد أن يحكم، وأهل تجراي رفضوا، قالوا نحن لا نقبل ملك كان هاربا ثم عاد. فهايلة سلاسي أوقع فيهم مع البريطانيين كل القذائف التي كانت تقع على أهل تجراي فظيعة جدا كثيرة جدا، ماتت ناس فيها كثيرة. فبعد ذلك جاء منغستو وأكملت الصراع. فهدول الجماعة من تجراي هم 5 أو 6 أنفار فكروا إنه يجب أن شعبنا يتحرر، لكن بعد التحرير اختاروا أيضا أن يكونوا مع إثيوبيا الكبيرة، وقالوا إحنا الشعوب ليست لها مشكلة معنا، لكن هو الحكم الاستبدادي الذي كان موجودا منغستو هايلة ماريام. فقالوا إذا هو يعني انزاح عن الحكم فنحن نستطيع أن نتعايش مع كل الشعوب. هذا الذي باختصار صار يعني. ومنغستو هايلة ماريام أيضا كان أول ما بدأ يعني اعتدى على تجراي وعلى مع إريتريا التي كانت أيضا تريد أن تستقل وأصبحت مستقلة 91. ونحن استقلت، وكان لاستقلال إريتريا أيضا كان لهم دور كبير ملا الزيناوي الذي اعترف باستقلال إريتريا، مع أنه كثيرين من الأمحارة ومن الإثيوبيين رفضوا أن تستقل إريتريا وتكون دولة مستقلة. فبعد ذلك جاء هذا الذي ما يسمى أبي أحمد، يعني حقيقة هو جاء فجأة، ولكن كان يتواجد في الساحة، وكانوا يعملون مدة 27 هذه لإطاحة الحكومة، حكومة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. فرفضهم هذا كان هو من مبدأ أنه لماذا تجراي يحكموننا؟ نحن المفروض الأمحارة كانوا مئات السنين يحكمون الشعب، فرفضوا. كان يعني أهم سبب لرفضهم كان كيف هذه القومية الذين ينظرون لهم بالدونية، يعني هذا شعب فقير، شعب كذا وشعب كذا، الذي كانت لديهم صورة عن أهل تجراي، كيف يجوا في الحكم يحكموننا؟ لكن استطاع هذه الحكومة أن تقنع الناس وأن تطور البلد لدرجة أن العالم
يعني انبهر بهذا الشيء، لأنه إثيوبيا كانت تعرف بمشاكل بمجاعة، وما كانت تعرف قبل هذا. تعرف أيضا بظلمها لهذه الشعوب الموجودة في إثيوبيا كلها، كانت معروفة منذ الأزل. ودائما الحكومات أو القوات الخارجية دائما يعينون إثيوبيا على الظلم كثيرا من الأحيان يعني. فلذلك يوجد هذا الفيديو الذي فعلوه عن أبي أحمد، مختصر هو جدا جيد، فخلونا نسمعه وبعدين نكمل الحديث. ظهر على الساحة الدولية بشخصية مثيرة للجدل عبر سلسلة من السياسات التي قدمته في بعض الأحيان بشخصية رجل السلام الحدثي صاحب نوبل، رافعا شعارات الإصلاح السياسي ومنهيا لحرب مريرة مع إريتريا. امتدت هذه الحرب إلى عقدين من الزمن، وعلى النقيض رجل الحرب الحالم بحكم إمبراطوريته الدينية الخاصة. ساد التفاؤل وارتفعت الآمال، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب. فما هي قصة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي؟ النضال وبداية الصعود. انخرط في سن المراهقة في المقاومة المسلحة ضد نظام الدكتاتور منجستو هايلي مريام، وكانت عرقية التيغرا تشكل نواة النظام بعد سقوط منجستو سنة 1991. تدرج آبي في الجيش، وفي 2008 كان من مؤسسي وكالة الاستخبارات الوطنية، وفي 2010 انتقل إلى العمل السياسي ودخل البرلمان عن حزب أورومو، وفي 2015 أصبح وزيرا للعلوم والتكنولوجيا. رغم ذلك لم يكن الكثيرون في إثيوبيا أو خارجها يعرفون آبي أحمد علي قبل تاريخ 28 من مارس عام 2018، حين تم اختياره رئيسا للوزراء خلفا لهايلي مريام ديسالين الذي استقال قبلها بنحو شهر إثر احتجاجات دموية قادتها المعارضة. في غضون أشهر قليلة استطاع الشاب المنحدر من قومية الأورومو الإثيوبية أن ينال إعجاب جماهير بلاده بسبب الإصلاحات التي بدأها بمجرد تسلم السلطة، والتي كان أبرزها تخفيف القبضة الأمنية. النجاحات الداخلية أتبعها آبي الحاصل على درجة الدكتوراه في السلام والأمن من جامعة أديس أبابا بأخرى خارجية، حين حصد جائزة نوبل للسلام لدوره الفعال في إنهاء عقود من التوتر مع الجارة إريتريا وإعادة العلاقات بين البلدين. الوجه الآخر لآبي أحمد. الصورة التي رسمها رئيس الوزراء الإثيوبي لنفسه في الداخل والخارج سرعان ما بدأت في الاضمحلال بعد التراجع السريع عن نهجه الإصلاحي. البداية كانت مع قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في آب أغسطس عام 2020 بحجة ظروف جائحة كورونا، والتي كان أحد نتائجها المباشرة اندلاع صراع دام في منطقة تيغري شمال البلاد مع جبهة تحرير شعب تيغري التي رفضت فكرة التأجيل. صراع تيغري كتب فصلا جديدا من نكوص آبي أحمد عن بداياته المسالمة، حيث أفادت تقارير أممية بأن المنطقة شهدت فظائع قد ترقى لجرائم حرب قامت بها القوات التابعة للحكومة الفيدرالية الإثيوبية بمعاونة قوات إريترية، بينها حوادث إعدام ميداني واغتصاب، ما دفع كثيرين للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام التي نالها في 2019. نبوءة الملك. تفسير جديد لنزعة آبي أحمد التي يصفها خصومه بالديكتاتورية تظهر فيما كشفه هو نفسه من أن نبوءة قديمة أخبرته بها أمه مثلت محور تحركاته وسيطرت على تفكيره بالكامل. يقول آبي أحمد في مقطع فيديو متداول: حينما كنت في 7 من العمر أخبرتني والدتي بأنني سأصبح الملك 7 لإثيوبيا. لم أكن حينها أعرف الجبهة الثورية، لكن أثر هذه النبوءة استقر في خاطري لدرجة أن كل ما أقرأه وأفكر فيه كان يتمحور حول هذه النبوءة فقط. كل شيء فعلته كان يدور حول مملكتي تلك. اختيار الرب.
يذكر الباحث الفرنسي ريني ليفورت في مقال حول مساعي آبي أحمد لصبغ السياسة الإثيوبية بمفاهيمه الدينية الخاصة إن مصادر متعددة تحدث إليها أخبرته بأن آبي أحمد يعتقد أن الرب اختاره ليكون الرجل الوحيد القادر على إنقاذ إثيوبيا، وأنه سيفوز في نهاية الأمر ما دامت مشيئته موجهة من الرب. المعطيات المتشابكة في المشهد الإثيوبي الراهن تؤكد أن التحديات أمام آبي أحمد ما تزال ضخمة للغاية، فرجل السلام يقود حربا أهلية في الداخل إضافة إلى حروب دبلوماسية على جبهات متعددة في الخارج شغلته عن الإنجازات وحولته إلى صناعة الأزمات. في النهاية ربما لديه فرصة ومساحة للتراجع بتحييد بعض الخصوم وتأجيل التعامل مع بعض القضايا مؤقتا، ولكن هل يرغب آبي أحمد حقا في ذلك؟ حقيقة تقرير جميل جدا مختصر في 5 دقائق تجدونه في الإنترنت موجود. يعني هو فسر الموضوع أو اختصر الموضوع جدا بطريقة كما حدث، لأنه أبي أحمد لما جاء يعني هو استلم الحكم من الحكومة السابقة بسلام، لا كان في حرب ولا كان في أي شيء، لأنه اختير من الشعب من الأغلب فسلموا له الحكم وراحوا. يعني أغلبية اللي كانوا موجودين في الحكومة اللي هم من تجراي تركوا أديس أبابا وراحوا إلى مقالة هي عاصمة تجراي، وبدأوا ينشطوا هناك. وجاء دور الانتخابات التي المفروض أبي أحمد يعملها يعني يعمل انتخابات، فطلبوا منه إنه الآن حان الوقت إنه أنت تنتخب، لأنه أهل تجراي وشعب تجراي متعودين على النضال، متعودين على إنهم يعني يختاروا رئيسهم بنفسهم، ما متعودين أحد دكتاتور يجي يملى عليهم إنه ينجبرهم على إنه لازم يقبلوا الحكم. فهو كما شرح في الفيديو تحجج انه بسبب الكورونا، جائحة الكورونا، قال انا ما حعمل الان. فبما انه القوانين الفيدرالية يحق لكل اقليم ان يجري انتخابه الخاص، فاختاروا اهل تجراي انهم يعملوا انتخابات رغم الكورونا، واختاروا انه فعلا يكون انتخاب نزيه، وكانوا من الخارج أيضا جاءوا إلى هناك يتابعوا المحللين أو ايش اسمه اللي بيشوفوا الانتخابات كيف تصير، وشاركوا فيها. وشارك 4.5 مليون تقريبا، واختار الحكومة اللي هي حكومة إقليم تجراي. فاختاروا دبرتسين كرئيس للجبهة الشعبية لتحرير تجراي، هي اللي فازت. وكانت هناك يعني عدة أحزاب غير الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، في هناك حزب اسمه نصانت، في حزب اسمه بايتونا، في حزب اسمه سالساي وياني اللي هو الويان الثالث. هذول كلهم شاركوا في الانتخابات، لكن الذي نجح هو الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. فالكل شارك وكان يعني عايش بسلام. وبدأوا خلال ال3 سنوات في حكم، لما أخذ حكم أبي أحمد بدأوا يطوروا الأشياء في الأعمال في تجراي، وركزوا على أعمالهم. لكن هو قال بما إنه هم عملوا انتخابات وهو ما عمل انتخابات، قال هم خرجوا عن القانون ولازم نأدبهم، يعني تأديب. يقول هذا خروج عن القانون، ونحن لازم نأدب أفراد حزب الشعب تحرير شعب تجراي، يعني الأحزاب. هو كان عاوز الأفراد من الحكومة الإقليمية، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. قال هو إنه كان عاوز يعني يأخذ الأفراد المسؤولين العاملين، يعني ممكن كانوا يكونوا 80 واحد أو 20 واحد 30 40 واحد، المهم هو هذا اللي كان الحجة اللي قالها. وقال قام يعني أعلن الحرب عليهم. ف يعني بعد فترة قصيرة، مش الحرب مش على هؤلاء الأفراد فقط، هي على شعب تجراي كله. أبي أحمد حاقد على تجراي، ولا هو لا عارف إنه لا يمكن يكون هو ملك على إثيوبيا
إلا إذا أرضخ شعب تجراي، إلا إذا أرضخ الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، وإلا لا يمكن يكون ملك على إثيوبيا. فهو إيش قال؟ أنا أبدأ بالمتمردين هذول، هو اعتبرهم متمردين وهم أصلا مش متمردين. لا يمكن تكون يعني حزب حكم 27 سنة في إثيوبيا وقدم كل الأعمال التي قدمها ويكون فجأة متمرد، أو هو كما أحب أنه يختموا بالتوروريست أو بالإرهابيين، وهو الإرهابي، هو أبي أحمد الإرهابي الذي جاء أرهب أهل تجراي وأرهب أهل إثيوبيا. كلهم كانوا عايشين. لا أقول أنه لا يوجد أخطاء، لا أقول أنه لا يوجد تقصيرات، لكن عموما هو كان الناس كانت عايشة بسلام، فجاء فجأة حب يكون هو الملك السابع، لأنه كما أخبرنا فينا دائما، هو يتكلم بالأمحرية أيضا سمعناه هو يقول قال أنا عندي هوس من يوم ما أكون عمري 7 سنوات، وأمي أخبرتني إني أنا حكون عفوا لأن أنا برا تسمع الأصوات، إنه أمه أخبرته قالت له إن أنت حتكون ملك السابع. فكل أم طبعا تقول لابنها هكذا، يعني لا جديد، الأمهات يحبوا يشوفوا أولادهم أحسن واحد. فقال إنه أنا من يوم ما سمعت هذا الكلام اعتبرت إن هذا هو هاجسي الوحيد، وكل ما أتحرك يمين شمال أي شيء أفكر إني أنا لازم أكون الملك السابع على إثيوبيا. وطبعا لا يمكن أن يكون ملك في هذه الآونة، لأنه نحن عندنا الحكم الملكي العضوض الظالمين يعني ناضلوا من أجلهم حتى لا يكون، وقالوا أنه بدأوا بالحكومات العادية اللي موجودة بالرئيس الوزراء وهكذا. ما عندنا حكم ملكي. يعني مثلا نحن عندنا في السويد عندهم حكم ملكي، لكن في نفس الوقت الحكم الملكي هو شكلي فقط، لا يتدخلون في السياسة ولا يتدخلون في أي شيء. لما يعطوا صورة جميلة للدولة، يكون في حفلات يروح الملك والملكة، يعني عايشين رفاهية الملوك وهكذا. لكن هي موناركية، يعني في نفس الوقت هم عندهم الديمقراطية وعندهم أحزاب كثيرة يحكمون البلد. فأبي أحمد عاوز يرجعنا لظلم الملوك، ملك هيلا سلاسي وملك ملك ومنجستو هيلا مريم. فقال الآن ما عليكم إلا أن تقبلوا هذا الشيء. فرفضوا أهل تجراي وبدأ هذا الحرب، وأعلن الحرب، وليست الحرب فقط مباشرة، إنما قبل 3 سنوات قبل أن يعلن الحرب منع عنهم كل الأموال التي تخصص لكل دولة، يعني لكل إقليم، يعني النسبة التي تخصص لكل إقليم منع عن تجراي. قال ما يدخل عندهم شيء، يعني الباجت يعني، فمنعهم، ما دخل عليهم، منع المواصلات. صار في اضطهادات كبيرة جدا على الأشخاص الذين هم من تجراي في مناطق إثيوبيا كلها. في كل المناطق صار يقع عليهم ظلم. يعني 3 سنوات رأينا أشياء كثيرة جدا، لا لشيء إلا لأنهم من تجراي، لأنه هم يعني ربطوا الحزب بالشعب، فأصبح يعني تفكير أنه تنظيف عرق لكل من هو من تجراي في أي مكان يتواجد. ف3 سنوات هذه عدت، وكان قبلها جاءت جائحة الجراد على تجراي، وأيضا منع في هذه الفترة أيضا أنه يدخل درون أو الطائرات هذه اللي تنشر الدواء على الحقل، لأنه كلهم كانوا مزارعين يعني، والمزارعين خسروا كل زرعهم بسبب أنه أبي أحمد رفض أنه يدخل هذه الأشياء. فكان كل توجهه أنه لازم يعني يجعل أنه أهل تجراي يسجدوا له ويقبلوا، وإلا لن يستطيع على المناطق الأخرى. ف4 نوفمبر أعلن هذا الحرب، وكما رأينا لم يكن الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، لكنه فعلا لشعب تجراي كاملة، وشاركت معه وأدخل الحكومة أو القوات الإريترية الذين دخلوا على تجراي وفعلوا أشياء يعني لم نسمع عنها في التاريخ، من اغتصابات، من سرقة، من كل الأشياء اللي تخالف القوانين العالمية في الحرب فعلوها.
لأنه لم يتوقعوا حتى أهل تجراي أنه إريتريا تأتي لحربهم. أبي أحمد استعان بهم لأنه يعلم أنه إسياس أفورقي كان حاقد على الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. ف يعني من أول ما انتخب كان لما فتح زي ما سمعتم في التقرير، هو لما عمل صلح ظاهري، صلح شكلي فقط، فتح شوية من الحدود بين إثيوبيا وإريتريا وورونا شوية يعني تمثيليات إنه الناس فرحانة وهو عمل هذا الشيء، وأهل النرويج أعطوا له جائزة النوبل للسلام. هو أصلا ما فعل شيء غير إنه تكلم فقط، وذهب للسعودية فتح بعد السجون وأدخلهم. يعني هو كان يعني محتال زي هذا الشخص ما في، سبحان الله. حاول إنه يعمل عكس ما كان موجود في إن الناس اللي تتوقعته اللي كانت عاوزاه، وأظهر لهم إنه هو إنسان مسالم وطيب وكل الناس وهكذا. فجأة انقلب كما أيضا وصف التقرير، ورانا الوجه الآخر للدكتاتور أبي أحمد. والآن الشهر الثامن، وكل القنوات العالمية تكلمت عن أهل تجراي ماذا يحدث لهم من تجويع الآن، يعني تجويع مخطط، اغتصابات النساء، الأطفال، النساء الكبار، حتى الراهبات في الكنائس، يعني قتل الشباب، قتل المتعلمين، إعدام كل شيء، كل المصانع التي كانت موجودة، وخاصة من قبل قوات الإريتريين الذين يعني أحرقوا كل شيء، أحرقوا يعني الصالح والطالح، أحرقوا كل شيء، حتى الحيوانات ما تستطيع أن تأكل من خشاش الأرض. يعني لهذا الدرجة، لأنه كان في حقد دفين وغيرة كبيرة جدا على أنه كيف تجراي تتطور في الفترة الذي هم تأخروا فيها 30 سنة بسبب إسياس أفورقي، وجاءوا للانتقام. لأنه إسياس أفورقي كان كله ما يخبرهم أنه ما تطور بسبب الويانة، بسبب جبهة التحرير، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، وهذا ليس صحيح، لأنه هو عمل خلافات مع كل الدول المجاورة، عمل حرب أول ما بدأ مع السودان، مع اليمن، مع غيرها، لا يوجد فيها إسياس أفورقي إلا فيها مشاكل كبيرة جدا. ولذلك هو استعان بالعدو اللدود لتجراي ولأهل تجراي وللجبهة الشعبية لتحرير تجراي، مع أنهم ناضلوا في أثناء الحرب على المنغستو هايلة ماريام. فالآن هذا الوجه القبيح لأبي أحمد، واللي كثيرين من الدول الإسلامية حتى الدول العربية بسبب أنه اسمه أبي أحمد افتكرت أنه هذا مسلم، وأنه حيكون في يعني أشياء يعني يفرح فيها المسلمين. هو ليس مسلم، لأنه هو حتى كما قال في المقال سمعتوه، إنه هو قال إنه اختارني الرب هو مسيحي من البنت هم البروتستانت هذول عندهم حتى الحزب تبعه هو بلتسقنا أو حزب الرفاهية، هو جزء من الديانة المسيحية للبنت، جزء منها. فهو حب أيضا يضرب على المسيحية الأرثوذكسية اللي هي في إثيوبيا أساسا، يعني وخاصة في تجراي. فنحن أهل تجراي هم أهل التاريخ كله. أول ما جاء المسيحية كان في تجراي، وأول ما جاء الإسلام هو كان في تجراي، لأنه النجاشي استقبل الصحابة وهو أيضا في تجراي. وأبي أحمد جاء ضرب الكنائس التي لها تاريخ طويل جدا من مملكة أكسوم. مملكة أكسوم هذه في تجراي، الذين كانوا يحكمون كل الأرض الحبشة كلها، حتى وصلوا اليمن، وصلوا إلى الجزيرة العربية، كانوا يصلون إلى هناك. وحتى هم يذكروا في القرآن أيضا في سورة الفيل أبرهة أصفها الذي جاء إلى مكة لهدم الكعبة، لأنه بنى كنيسة في اليمن. وكما تعلمون الحادثة، هم أيضا هؤلاء كانوا أهل الحرب وأهل الشدة وأهل القوة كانوا، لكنه هو جاء يحارب بيت الله. فالله سبحانه وتعالى كما تعلمون في سورة الفيل جعلهم يعني لا يمسون الكعبة، لأنه كما قال أبو طالب رب الكعبة لها رب يحميها.
فلذلك أهل التجراي هم أهل الحبشة الأصليين، هم رغم قلتهم لكنهم شعب متحضر جدا منذ القدم. كان الحروف البدائية من لجئز التي انحدرت منها التجرينيا واللغة التجري اللي موجودة في الجئز اللي موجودة، هي يعني تشترك فيها اللغة التجرينيا والتجري في إريتريا والأمحرية يعني. ف لنا تاريخ طويل جدا، لكن نحن عرفنا أو نعرف بالإثيوبيين، ولذلك أهل التجراي لم يأخذوا حقهم في أن يعرفهم العالم. فكانت هذه الحادثة هي السبب التي عرفت بسببها أو يسمع عنها الآن. ما أعتقد ما في أحد في العالم إلا ويعرف تجراي وأهل تجراي. فليش الصراع؟ يعني ليش أهل التجراي رفضوا هذا الصراع أو هذا الحكم؟ لأنه هو حكم ديكتاتوري، حكم بالإجبار، فلم يقبلوا، لا يريدون، لأنه عاوزين حكومة يختاروها، حتى لو هو حكومة اللي هي الأساسية في إثيوبيا كلها، لكن كل إقليم له حكم خاص فيه، فيجب أن الرئيس لكل إثيوبيا أيضا لازم يكون مختار من كل الناس. فهذا هو المشكلة، وهو حلمه أن يكون ملك، اللي جعله الآن يعني حتى كدولة دولة إثيوبيا الذي كانت لا يستطيع أحد أن يتقرب لها سواء من ناحية السودان أو مصر. الآن السودان دخلت وأخذت أراضيها القديمة، وأيضا إريتريا دخلت في تجراي، وذهبوا أيضا على مناطق في أورومو وصاروا يقتلون ويسبون ويسرقون، يعني نفس الأشياء اللي عملوها في تجراي قاعدين يعملوها الآن هناك كمان. فهو كان له الجزء الكبير في تفكك إثيوبيا التي أصلا من بداية كانت يعني أعراق مختلفة ودويلات مختلفة كانت، والأمحارة بالإجبار. الأمحارة دائما يأخذوا أماكن غير أماكنهم وتاريخ غير تاريخهم، ففي تزوير كثير جدا من هذا التاريخ. حتى أنه موضوع النجاشي والهجرة، كما تعلمون تاريخ هجرة السحابة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، الآن في مسجد النجاشي في وقرو التي هي قريبة على مدينة مقلة، المسجد هدم، الكنائس هدمت ولم يتكلم عنها العالم، وحاول هو أن يقول لهم إنه المتمردين هم اللي عملوه، لكن هي الجنود الإثيوبيين والجنود الإريتريين خاصة هم الذي فعلوا هذا الشيء. فنحن لا نريد أن يحكمنا ديكتاتور يجبرنا على أن نرضخ بالقوة، لأنه نحن شعب يحب الحرية، شعب مناضل، شعب مستعد أن يعطي حياته لأرضه لوطنه، ولا نقبل أن يأتوا أعداء يعني هذا غزو أراضي، غزو بحيث أنه حتى الإريتريين أصبحوا يأخذوا الأراضي ويعطوا يعني شو اسمه، يعطوا لأهل التجراي ما يسمى بالأيدي، يعني أنه يعطوهم شخصية جديدة وعلى أنهم إريتريين وعلى أنهم كذا. وأهل التجراي رفضوا، كل من يرفض يقتلونه، لا يريد أن يعني بطاقة شخصية تعرفه على أنه إريتري. هو ما عمره ما كان إريتري، يعني إريتريا انفصلت من تجراي، هي تجراي وإريتريا كان مملكة أكسوم كلها تصل إلى إريتريا كاملة منذ القدم. لكن بعد ملليك أن قرر أنه يبيع جزء من تجراي لإيطاليا، استعمرت إيطاليا سنوات كثيرة جدا إريتريا، وهم اللي سموها أصلا إريتريا، ما كانت تسمى إريتريا. وما استقلت، ما صارت الدولة مستقلة إلا في عام 91 قريبا يعني. فهذا هذا الشعب الذي انفصل عن أهل التجراي أصبح له كيان خاص به، نختلف عنهم في كثير من الأشياء، لكن هي اللغة التجرينيا
الذي تجمعنا بهم هي لغتنا أصلا. هم أصبح قوميتهم تسمى قومية التجرينيا. لا يوجد قومية اسمها تجرينيا، لكن يوجد هناك تجارو أو من تجراي ولغتهم تجرينيا. فهذه هي الخلافات الذي صارت. وتدخل في هذه الحملة أيضا من الصوماليين، من الجنود الصوماليين، وتدخلت الإمارات العربية المتحدة بالدرون أو بالطيارات المستقلة اللي ضربت أهل تجراي. ودخلت أيضا القوات الأساسية لأبي أحمد اللي هي الفيدرالية، وقوات الفانو للأمحارة والميليشيات، وكل هذه القوات تقريبا 7 قوات يعني اتفقوا على أنه يبيدوا أهل تجراي. هو أبي أحمد في 3 أيام يعني قرر أنه يبيدهم الأفراد كما قال، لكن هو هدفه أنه يبيد هو تنظيف عرق وإبادة جماعية. وهذه كلها الحمد لله يعني كل القنوات العالمية من CNN وBBC والجزيرة وكلهم هذه كلها يعني سجلت وموجودة لمن أراد أن يعرف ما الذي يحدث وماذا حدث ولماذا يحدث هذا الشيء. ولذلك نحن شعب ليس متمرد، حكومة ليست متمردة، لكن حكومة أساسية اختارها شعبها ويحق لها أيضا أن تختار. فهذا هو باختصار أو ربما لهذا اليوم. والآن يعني شعب تجراي يواجه المجاعة لأنه رفض حتى المعونات العالمية أن تدخل على تجراي. وما زالت الحكومات كلها، الأمم المتحدة وأمريكا وكلهم يعملون، لكن كلهم لهم طرقهم في المساعدة أو لهم سياساتهم الخاصة. وشعب تجراي هو لا يعول إلا على الله سبحانه وتعالى وعلى قوته اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه، على إنه كل من أهل تجراي كل من هو هناك يقول أنا مستعد أن أفدي بروحي لبلدي. وهم يعني حققوا انتصارات كبيرة جدا حتى الآن. ماتوا من الجنود الإريتريين ما لا عدد لهم، ومن الإثيوبيين أيضا بما اعترفوا هم بنفسهم واعترفت القنوات الأخرى. كما قالوا نحن استولينا على مقالة وما في حرب، لكن ما زالت هناك حرب حتى اليومنا، حتى امبارح كان في حرب. والقوات التجراي المدافعين على تجراي اللي هم TDF تجراي ديفنس فورس، هؤلاء يعني يناضلون وما زالوا يعني أبهروا العالم بنجاحاتهم رغم قلتهم. لكن لما يكون هناك في عزيمة ما يوقفهم شيء، ويدافع عن وطنهم وعن أهلهم. والمجازر والأشياء اللي بتحصل قاعدة ضد الإنسانية هي لأنهم لم يستطيعوا أن يتحكموا أو أن يفوزوا على القوات، على المدافعين من أهل تجراي. ولذلك هم يروحوا للعزل للناس العاديين في البيوت، الأمهات الآباء الأطفال. ودخلوا عندنا في السودان 70,000 مهاجر أو لاجئ. يعني كثيرا دائما نشكر أهل السودان وحكومة وأهلا على استضافتهم لأهلنا. وكذلك أنا أحب أن أشكر كل من يكون صوت لأهل تجراي كثير في العالم، يعني نشكرهم وجزاهم الله خير على تعاونهم. أظهروا صوت أهل تجراي وظلمهم للشعوب، وخاصة نعيمة باقر الصحفية من CNN والطاقم كله صراحة قامت بتغطية كبيرة جدا. أرجو أنه أنتم تدخلوا نعيمة باقر كل الرابورتات أو اللي قدمتها عن تجراي، وكانت متواجدة بنفسها هناك، وشافت النساء في المستشفيات التي اعتدي عليهن من قبل الجنود الإريتريين ومن قبل الجنود الإثيوبيين، وخاصة الإريتريين الذين كانوا يعني يعتدوا على امرأة واحدة 15 شخص، امرأة واحدة 23 شخص يعني. ولا يكفي ذلك، أيضا بعد الاعتداء يعني يضعوا في رحم المرأة من حديد، من أوساخ، من أشياء كثيرة لم نراها لو نسمع عنها في حياتنا. وهذه كلها أيضا سجلت في الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، كلها سجلت. ونساء كثير يعني يعانوا الآن نفسيا، وأطفال وجدوا، أطفال بدون أهالي
يعني بالآلافات. فهذا هو الذي يحدث في تيغراي. فأنا لا أفهم أشخاص يمثلون الحكومة، حكومة أبي أحمد، سواء كانوا من تيغراي أو من غير تيغراي، يساعدون أو يشجعون الحكومة أبي أحمد رغم كل البشاعة الذي يرونه ويسمعونه، ولا يوجد عندهم إنسانية أن يرفضوا هذا العمل ويوقفوا الحرب. نحن نريد أن تقف الحرب، لأنه هم يريدون أن يبيدوا الشعب كاملا. وهذا حتى الآن كما قرأت في مقال، حتى الآن من ساعة أن وصل أبي أحمد يعني يموت كل يوم، وصلوا إلى 150,000 أو أكثر من يموت في كل المناطق، ولكن أكثر شيء في تيغراي. لا يعني هذا أنه ما في مشاكل في مناطق أمحارة وأوروما هذول بسبب حكومة أبي أحمد. والحكومة أبي أحمد تفعل هكذا، لكن الأورومو هم أيضا يناضلون من أجل استقلالهم. أهل تيغراي لم يكن لديهم من قبل فكرة أن ينفصلوا عن إثيوبيا، لكن الآن كل من هو من تيغراي نفسيا ومعنويا لا يريد أن يكون إثيوبي، لا يريد أن يكون إثيوبي. يكفي، لأنه نحن لم نرى من إثيوبيا إلا الظلم والذل يعني والإجبار على أنه تيغراي، أهل تيغراي خاصة أهل تيغراي، أنه يكونوا في قبضتهم دائما. فلا نريد أن نسمى بإثيوبيين بعد ذلك. نحن نريد أن نكون تيغراي ومن أهل تيغراي، ونتمنى أن يعيننا الله سبحانه وتعالى أن تقف الحرب، وأن يجد شعب تيغراي كما قال أمنه وسلامه، لأنه الحروب مدمرة. لكن هذا الحرب أيضا ليس لديه سبب وجيه، حتى أنه حكومتك أنت، حكومتك المفروض اللي يكون حاميها يحمي الإقليم، هو أصبح يعتدي عليها بإدخال قوة من الخارج، قوة الإريتريين والإماراتيين وغيرهم. حتى الآن اللي ادعى عليه أنه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي التي بدأت حرب، هذا ليس صحيح. الحقائق كلها خرجت الآن من قبل. حتى الذين كانوا يعارضون للحكومة القديمة الآن صاروا يخرجون الحقائق ويتكلمون عنها في القنوات الإثيوبية والقنوات الكثيرة، اللي الآن الناس بعد ما رأوا البشاعة الذي يحصل في تيغراي، الآن بدأوا يتكلموا إنه هذا الغزو هذا كان ليس صحيح، وكان من أبشع الأشياء التي حصلت في تاريخ إثيوبيا. والآن هو يريد أن يقيم انتخابات مع من؟ لأنه كل الأحزاب اللي موجودة أيضا رفضت أن تشارك هذا الانتخاب، لأنه انتخاب مع نفسه وليس مع المشاركين، لأنه أغلبهم يوجدون في السجون كجوهر محمد وبقلة قربة وغيرهم من السجون الذي ملأت السجون في سجون أبي أحمد المعارضين له. وكذلك الآن منع، ليس يعني أنه تنظيف عرق، لا أقول لكم هكذا، هو أوقف أي اقتصاد لشخص يكون من تيغراي، منع عنهم أنهم يخرجوا من البنوك، وكثير يسجنون. وكانوا كثيرين من الذين كانوا في الحكومات يعملون في الحكومات من المدرسين والعساكر وفي الجيش، وكلهم أخرجهم. حتى الذين كانوا يشتغلون في الطيارة في الخطوط الجوية الإثيوبية، حتى هناك أخرجوهم. أي واحد يكون من تيغراي، يعني حتى أنا لدرجة استغربت إنه في مكان كان فيه شخص نحن نقول له زبعنية، يعني وردية، يعني حارس بيت، فقط لأنه من تيغراي يعني كرشوه طلعوه. يعني أي واحد من تيغراي الآن معرض للقتل، معرض للسجن، معرض لأي لسطو أملاكه. وكثير من الأغنياء أيضا الآن في أديس أبابا اللي هم من تيغراي صودرت أموالهم وبيوتهم. فهذا ظلم من ظلمات الله سبحانه وتعالى لا يقبل عنها. أنا نشاطي دائما كان دعوي،
أتكلم فيها عن الإسلام، ولكن كثير من الناس الذين يقولون أنت كيف تتكلمي في هذه الأشياء؟ أقول ليش ما أتكلم هذه الأشياء؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال أنه نحن يجب أن نقف مع المظلومين، مع المتضررين، ونكون لهم صوت. يعني هذه لا يحتاج أحد أن يكون سياسيا حتى يتكلم في هذه الأشياء. والإسلام هو أول من وقف مع المظلومين. الإسلام هو الذي طلب منا نحن أيضا يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وناس كثير يدخلوا الآن يقولوا يعني يساعدون أبي أحمد. أبي أحمد لو كان مسيحي أنا ما يهمني كان مسيحي أو مسلم أو غيره، المهم أن يكون عادل. يعني نحن نحتاج عدل في الأرض بغض النظر من هو، ديانته لنفسه يعني. فالناس حتى المسلمين انخدعوا لأنه بالاسم قالوا أنه أبي أحمد. أبي أحمد هذا مسيحي، لكن الذي رباه هو أورومو مسلم، زوج أمه، ولذلك هو سماه أبي أحمد، ولذلك هو يعرف عن الإسلام، لكن هو كله يستقل هذا لصالح حكمه فقط. فلذلك نحن مش لازم نغتر بالمظاهر، أهم شيء هي الأعمال. الناس إيش تعمل، مش مهم يعني من أي عرق، من أي ديانة، لكن أنا أؤمن أنه الشخص اللي يستطيع أن يقدم العدل للناس والسلام، هذا شخص جدير أنه كل الناس تؤيده وتساعده. لكن هو جاء من أجل أن يذل شعب إثيوبيا كافة وشعب تيغراي خاصة. لأنه هو لما تكلم أبي أحمد قال إنه رأينا إنه تيغراي، إقليم تيغراي دائما عنده جوار مع الصوماليين، مع العفار ما عندهم مشاكل، يجاور كذا ما عنده مشاكل، يجاور كذا ما عنده مشاكل، جاب كل الأقاليم. بعدين صار يقول الذين يجاورون الصوماليين والعفر عندهم مشاكل، الأورومو والأمحارة عندهم مشاكل، والكذا والكذا عندهم مشاكل، بس السلام موجود في تيغراي. وهو يقول، وبعدين ما يستحي يقولوا نحن عندنا السلام. طيب أنت المفروض تعلم الأقاليم الأخرى إنه ليش في تيغراي في سلام، ليش تيغراي ما عنده اختلافات مع الأقاليم الأخرى، ليش يحترم الناس؟ لأنه نحن تعودنا نحن نحترم الناس كلها، هذا في تاريخنا، هذا في دمنا، يعني أهالينا ربونا على هذا الشيء. فالمفروض أنت يعني تجعل تيغراي من المصدر الذي يلهم باقي الأقاليم الأخرى، مش لأنه عشان في سلام هناك يعني لازم تضيع لهم السلام حتى تستولي على الأماكن كلها. لكن هيهات يعني إنه شعب التيغراي يقبل بهذا الهمجي أبي أحمد الطاغوت الفرعون الذي يفكر إنه هو مثل فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى. يعني ما بقالوا إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى. هو قال أنا أستطيع نحن نستطيع أن نمطر ويحبس الماء على السودان وعلى مصر من أجل أن يميت الشعوب كلها. هذا لا يجوز ولا يقبل، ونحن أيضا لا نؤيده بالمرة، حتى لو كان المفروض أن إثيوبيا تستفيد من الماء. لكن أنا ضد أن الشعب السودان والشعب مصر أيضا يكون له مشاكل بسبب هذا السد، يعني أن يعطشوا، لأنه نحن المفروض الناس تشترك في أشياء كثيرة، وهذا الماء ملك لكل الناس، والمفروض أن الناس لا تعيش في إرهاب. الآن يرهب الشعب السوداني، يرهب الشعب المصري كله كاملة، حكومة ودولة وشعبة، أنه ممكن يوقف عنهم الماء أو ممكن يعني أشياء كثيرة. فهذا ظلم، نحن لا نقبل الظلم أيا كان، أي مين ما كان. فهذا باختصار حبيت أني أكلمكم عنه. إذا في هنا ممن أخواننا من السودان، نرجو منكم أنه تشيروا. شعب تيغراي في الخارج، مجتمع تيغراي لا مجتمع يمر بظروف صعبة جدا. نعم، لا تفكروا في إنشاء دولة، لأنه لا توجد إمكانية. احنا ما نتكلم عن دولة، حتى احنا ما نتكلم عن دولة، احنا نتكلم عن إقليم كامل يقوم بتجويع. يعني نحن كشعوب حتى لو عاوزين نكون دولة كشعب، يعني حق لنا أي إنسان يتمنى، لأنه إثيوبيا يعني ضرتنا سنين كثيرة. يعني أنا مما أذكر يعني أهلي 5 أو كم أجيال من جدتي وأمي وأنا وأولادي وأحفادي، 5 جيل
يعني يعاني من هذه الحكومات. غير هذه 27 سنة التي كان فيها سلام في تيغراي، واستطاعوا أن يعني تتعلم الشباب وتتقدم قليلا وتتحضر في أشياء كثيرة، لأنه أي حاكم يأتي إلا ويجبر أهل تيغراي أنه لا يتعلموا. أنا أخي الكبير ناس كثير منهم ما كان يسمح لهم أنهم يتعلموا إلا للصف الرابع فقط، كان يمنع، لأنه شعب تيغراي بطبعه شعب يعني نبيه جدا، وعنده قابلية وإمكانية أنه مكافح جدا، يحب يكافح، يتطور بنفسه، يحب العمل ويحب كذا. هذا شعب طبعه هكذا، يعني فيكم موجود في كل الشعوب، لكن نحن نختلف عن الشعوب الأخرى اللي موجودة في إثيوبيا بأشياء كثيرة عنهم، لا نشبههم في أشياء كثيرة. فلذلك نحن الآن نطالب أن شعبنا لا يموت. نحن نرى فيديوهات تنزل لنا ونراها كيف أنهم يقتلوا الشعب العزل ويدخلونهم في الوادي ويرمونهم على الجبال. يعني كيف الناس تقبل هذا الشيء؟ كيف في ناس من تفرح، وفي ناس من ترقص لهذا الشيء، وفي ناس يطلعوا مظاهرات يعني يؤيدون فيها أبي أحمد، لكن راح يجي لهم هم كمان بدورهم. فبالتالي نحن نريد أن شعبنا تصل له مساعدات الأولية، لأنه هدمت المستشفيات، هدمت المدارس. أولاد تيغراي الآن لا يذهبون إلى المدارس، ما تركوا شيء، المصانع كلها حرقوها. يعني الإريتريين شالوا السيارات والمصانع كلها، شالوها أخذوها إلى إريتريا، والأمحارة أخذوها إلى إقليم أمحارة، لم يتركوا شيء. يعني تخيلوا حتى الآن الماكينات اللي تطحن المطورة موجودة كانت، لكن كان عندنا الراحة اللي يطحن فيه الأمهات القديمة هذه، حتى هذه كسروها. يعني إجرام فظيع جدا، إنه الشعب حتى لا يأكل، يعني يخلط الشعير مع المية، يعني يغتصبوا النساء أمام أزواجهم، أمام أهاليهم، أطفال صغار 4-5 سنوات يغتصبوهم. يعني هذه ليست فقط كلام، هذه حقيقة موجودة تستطيعون. والذي يقول أن هذا كذب فهو كذاب، فهو منافق. الذي يخرج في الجزيرة يتكلم ويقول أنا من تيغراي وأنا كذا، كذاب. هو يريد سلطة مع أبي أحمد، ويعني خائن وطنه، خائن لشعبه، خائن للإنسانية، خائن لكل شيء. موجودين يتكلمون وما عندهم أمانة في الكلام، لأنه نحن نسأل عن كل هذه الأشياء أمام الله سبحانه وتعالى. ونحن قال لنا ربنا يعني إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا. الظلم ممنوع، حرام. ربنا أنه ما يظلمنا ونحن ما نظلم أحد. فكيف نقبل أن شعب كامل يعني يمر بهذه الظروف ونسكت ونقبل ونضحك ومن أجل لدينا عداء مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي؟ إذا أنتم عندكم مشاكل مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي روحوا حاربوا معها، لكن شعب تيغراي إيش ذنبه؟ العزل، النساء، الرجال إيش ذنبهم؟ الأطفال، المساجد، الكنائس إيش ذنبها؟ فهذا ظلم لا يقبله أحد. ونحن يعني نطالب من الحكومات العالمية ومن الأمم المتحدة ومن أمريكا كلهم حتى يصلوا لشعبنا، يوصلوا له الأكل. تيغراي مش فقيرة في هذا الزمن، لديهم، لكن أخذوا منهم ومنعوهم، فتجويع بالقصد. يعني ما في أسوأ مما حصل الآن في تيغراي، ونحن نندد هذا العمل، ونرجو كل من له ضمير أن يقف مع شعبنا. ونحن قبل أن نكون دولة الآن كنا دولة من قبل، يعني ليس جديد علينا أن تكون تيغراي دولة، ما جديد علينا. كان فيها دولة أكسوم وكل التاريخ عندنا. إثيوبيا أصلا لا تساوي بدون تيغراي ولا شيء، ليس لديها أي تاريخ لعلمكم. يعني نحن يعني ما همنا أنه تكون دولة تيغراي، لكن نحن لا نريد الظلم مرة أخرى. يكفينا كل ملك، كل حاكم يأتي يظلم تيغراي، لا نريد. فلذلك الحضارة عندنا في تيغراي، من كل التاريخ اللي موجود الآن، كل المعالم اللي موجودة في
في أكسوم، مثل الأهرامات عندنا قبل الأهرامات. وحتى إثيوبيا لو دخلتم على أبسط شيء على الويكيبيديا، لما تدخلوا وتقرأوا عن إثيوبيا يعني أي دولة هي ما تقدروا تجدوه. يعني هي دولة تعرف بأكسوم، يعني من أولها. إثيوبيا هي أول دولة أفريقية يعني سميت منذ قريب، لكن هي حضارة أنها موطن الكنيسة الأرثوذكسية، وهي حضارة أكسوم، يعني دولة أكسوم، يعني أو بمعنى مماليك أو ملك أكسوم الذي كان يوجد يعني. فلذلك نحن لا نستغرب، نحن من الناس اللي أيدنا على إنه الشعوب الأخرى أيضا يكون لها الحرية. شعب التجراي قبل، رغم إنه ما وجده من منغستو، لكن قبل إنه يكون إخوان معه مع الأقاليم الأخرى. لكن مع الأسف كل الأقاليم الإثيوبية يعني تخلت عن أهل تجراي، وأيدت على هذه الحرب. أيدوا القساوسة، أيدوا المفتي، أيدوا الجماعات الإسلامية اللي موجودة في إثيوبيا، أيدوا على هذا الحرب. جماعها كلهم اللي موجودين أيدوا، لأنه عاوزين فقط إنه ما يكون في السلطة من أهل تجراي، وأيدوا الظلم كاملا. فهذا يعني ظلم ظلمات يعني لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فادخلوا في ويكيبيديا تجدوا إنه إثيوبيا تعرف بمملكة أكسوم، ولذلك كل التاريخ موجود في تجراي. وليس لديهم أي الأمحارة ليس لديهم أي تاريخ غير المجازر، غير القتل، غير الاستيلاء على الآخرين، غير الحقد والكراهية ليس لديهم. والآن العالم عارف. مع ذلك نحن قلنا ممكن أن نكون إخوة معهم نعيش، لكن الأمحارة بين أحقادهم الآن. الشعب الأورومي هو يناضل مثلنا، وهو مؤيد مسيرتنا، ونحن مؤيدين مسيرتهم. الإريتريين أيضا جاءوا بأحقادهم وكراهيتهم الدفينة التي كانت توجد منذ الأزل، منذ أن بنيت إريتريا، منذ أن كانت من 130 سنة سميت إريتريا. الحقد والكراهية بدأ من ذاك الوقت لأهل تجراي وشعب تجراي، والآن في هذه الحرب بانت أكثر، وهم أيضا من المؤيدين لأبي أحمد. لا نقول يعني كاملا، لكن أغلب الشعوب وأغلب المعارضين وأغلب المؤيدين لحكومة إريتريا فهم من الذين الآن مبسوطين جدا على أنه أهل تجراي صار لهم كذا، وعلى أنه تجراي رجعت ل30 سنة وراء، ل40 سنة وراء، كما يقولوا جنودهم الأسرى. يقولون نحن جينا عشان تجراي ترجع ل 30-40 سنة لورا. ليش كل هذا الحقد؟ ليش كل هذا الكراهية؟ إن إسياس أفورقي كان دكتاتور عليكم، المفروض أهل إريتريا هم اللي اعترضوا عليه ويخرجوا عليه، كما خرجنا نحن الآن. كان المفروض هم يخرجوا عليه، لا يتبلوا على أهل تجراي. فهذا كان لليوم. ما كان قصدي إني أطيل الفيديو، لكن هذا اللي صار. خير إن شاء الله. أرى إنه من يكتب بالعربية حق لكم بناء دولة، لكن يجب يحب من الصعب. نحن لعلمكم، نحن شعبنا كفيل أن يختار بنفسه. يريد أن يكون دولة، يريد أن يستقل، يريد أن يكون مع إثيوبيا. شعب تجراي هو صاحب الصوت، لا يستطيع أحد أن يملي عليه، لأنه هو الذي يناضل الآن. هذا الحرب أو هذا النضال هو نضال شعبي، ليس نضال للجبهة الشعبية لتحرير تجراي. لا، كل من هو تجراوي في كل العالم يناضل الآن، إلا الخونة، إلا الخونة من أهل تجراي. الخونة الذين هم مع حكومة أبي أحمد، الخونة الذين باعوا أهلهم وناسهم، هؤلاء هم يعني يبقى خونة. الخائن خائن، المنافقين منافقين، في كل الزمان موجودين. يعني أرض فيها مناضلين ومجاهدين، فيها خونة، فيها منافقين، فيها أصحاب المصالح. هذه سنة الحياة. لكن كل من تسأله في أهل تجراي، من أهل تجراي في كل مكان، هو مناضل، يعني يناضل بما يستطيع بما لديه من قوة. وكثير من الشباب كانوا في أوروبا، كانوا في أماكن كثيرة، نزلوا الآن على تجراي، وهم الآن مع المناضلين، انضموا مع المناضلين، وهم يجاهدون في الساحة
النضالية، ويقومون يعني بنصر كبير جدا. وقريب بإذن الله تعالى تجراي ستكون نظيفة من هؤلاء الخونة، من هؤلاء الغزاة الإريتريين الحقودين الحسودين، وغزاة الأمحارة أيضا الحقودين الحسودين الذي جاءوا على أهل تجراي وأخذوا منه السلام والأمان وادخلوه في مجاعة واغتصبوا نساءه. الآن نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مع المظلومين، وبإذن الله سوف نرى نصر قريب، ولا يمكن أن يتركنا الله سبحانه وتعالى، لأنه الظالم ظالم. الله سبحانه وتعالى قال لأنصرنكم ولو بعد حين، سوف ينصرنا لأن شعبنا مظلوم والناس مظلومة، وهؤلاء الظلمة هم سوف يخجلون من أنفسهم المؤيدين وغيرهم، لأنهم لم يقوموا مع الحق ولم يقوموا مع الناس في هذه الساعة، والتاريخ لن ينسى أبدا. ونحن كل من وقف معنا في هذه الفترة، وخاصة أهل السودان وأهل مصر، اليوتيوبرز المصريين اللي تكلموا وغيرهم، يعني نشكرهم كثيرا جدا. وأيضا حتى تركيا التي قدمت للاجئين في السودان، قدمت لهم الخيم والماء، نشكرهم أيضا. ونشكر كل من يفعل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه كل الإنسان يعمل لنفسه لا للآخرين. فلذلك أشكركم جدا، ويكون لنا لقاء في فيديو آخر. وأرجو من خاصة إخواننا الناطقين بالعربية أو اللي من تعرفون أيضا شيروا لي لكل الجروبات، لأنه أنا حببت أن أعطي نبذة. وقصرت أيضا من الفترة التي بدأ الحرب، أنا دائما كل فيديوهاتي بالتجرينيا والأمحرينيا وقليل أيضا باللغة السويدية، فأنا الآن حكثف إن شاء الله باللغة العربية، وحتكلم أيضا عن الانتخابات وما ما يحصل في الفترة القادمة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.